السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش أولى ثانوي، أخباركم عاملين إيه يا رايقين؟ إن شاء الله الحلقة دي هنكمل على الحلقة اللي فاتت اللي أخدنا فيها الأرقام من 1 لغاية 20. النهاردة بقى هنكمل من 20 لغاية 100. يلا بينا. قبل ما أبدأ في أي حاجة أحب أراجع معاكم بس جزئية تركيبة الأرقام. زي وأنا بقول رقم 13، فأنا قلت لكم الموضوع بسيط جدا، هو جايب رقم 3 اللي هو دغاي وتسين اللي هي 10 ولزقهم في بعض بقت دغاية تسين اللي هي 13. هنا بقى هنكمل على نفس الطريقة بس باختلاف بسيط. نهاية الكلمة أو نهاية الرقم زي دغايسش اللي هو 30، دغاي ومعانا المقطع سش، هيبقى معانا بقى لغاية الآخر. فدغايسش اللي هو 30، دغاي سش. لو هنلاحظ برضو حاجة تانية، فرق بسيط جدا في رقم دغايسش اللي هو الحرف ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده في فيديو الحروف اللي هو الشارفس اس او الاس ست. هو ده الحرف الوحيد اللي متغير في اخر مقطع في المقاطع بتاعة الارقام. زي رقم 40 فيرتسش هنقول هنا فير والمقطع فيرتسش. هنلاقي المقطع ده هو اللي انا بتكلم فيه، هو اللي متكرر معانا في كل الارقام. زي 20 برضو اخر مقطع سيش. هنا 30 دغايسش نفس النطق زي ما قلنا، هو بس اختلاف الحرف ده بس، انما نفس النطق دغايسش. 40 50 60 ونركز في الحرفين اللي هم ها بيبقوا زيش 70 اللي هو 70 80 90. فزي ما قلنا هنلاحظ ان اخر المقطع تسيش متكرر معانا في كل الارقام. يلا بينا نكمل اخر حاجة وهي هندرت يعني 100، واضحة جدا. هندرت يعني 100. بكده احنا اخدنا من اول النول اللي هو الصفر لغاية رقم 100. طيب لما حد بقى يسألني ويقول لي طب انا عايز اقول 21 او 31 اقولها ازاي؟ ده اللي هشرحه دلوقتي معاكم. رقم 21 ده كمثال. التركيبة بتاعة الارقام في اللغة الألمانية بسيطة جدا جدا، هي زي العربي بالظبط. يعني ازاي يا مستر؟ يعني هقول لك دلوقتي ان انا بقول 21 بالعربي، 21 رقم 1 وحرف الواو و20. هي بالظبط في الألماني، ان احنا بس هنترجمها للألمانية. تعالوا مع بعض نشوف. 21 واحد يعني اين، واحد يعني اين. هي اينس هنا في اس، اينس لما نقول لواحد لوحده اسمه اينس، انما بس هنا لما في الارقام المركبه بقول اين وبشيل الاس، اين لوحدها من غير الاس. اين يعني برضو واحد. اين اونت ادي حرف الواو اونت. 20 اللي هي 20 اللي هي 20. 21 ein und 20 21 ein und 20. بكل بساطة الطريقة دي مع باقي الأرقام كلها. عايز أقول مثلا 31 هتبقى ein und 30. ممكن واحد ذكي ما شاء الله يسأل ويقول طب لو أنا عايز أقول 33 أو 34، هي انتوا رايقين وهتعرفوا ازاي تجاوبوا على السؤال ده. بالظبط هتبقى 33 54 اي رقم انت عايز تقوله هيبقى بنفس التركيبة. وبكده نكون خلصنا الارقام من 1 لغاية 100 بكل التفاصيل بتاعتها.
شكرا جدا ليكم. ألماني برواقة، مفيش أبسط ولا أروق من كده. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.